السلام عليكم، نتمنى تكونوا كلكم بصحه جيده وفي احسن الاحوال. اليوم نصوبوا ان شاء الله الوصفه ديال لي طارتوليت بالكريمه الليمون. غنديرهم فوقها واحد لا مورانغ نزوقوها بواحد شويه بالشاليمو باش كيجي فيها شويه الغوليف، يعني كتعطي العين. نشوفوها بجميع الاسرار ديالها. نشوفوا في الاولى بات، دونك شفناها في واحد الفيديو من قبل بالصابلاج. دابا نشوفوها بالتقنيه ديال الكريماج. دونك يعني فاطمه نبداو بالفورس هو الاول، غادي نبداو بالزبده هي الاولى، والفورس غادي نديروه هو التالي. نشوفوا كيفاش كنلبسوهم، يعني كيفاش كنلبسوا لي طارتوليت، ونشوفوا كيفاش كنطيبوهم. والوصفه ديال كريمه الليمون سهله، يا تبعتيو هاد الوصفه. دونك انا اول حاجه انا عندي 250 غرام ديال الفورس، عندي 125 غرام ديال الزبده حيوانيه، 75 غرام ديال السكر كلاصي خاص بالحلويات، 50 غرام ديال بودره اللوز. هنا غادي نسموه بشويه الفاني، عندي شويه الملحه وبيضه واحده. دونك هنا بالنسبه للتقنيه ديال الكريماج كنبداو ب 125 غرام ديال الزبده، سواء كتخرجوها ساعه من قبل، سواء كنديروها غير واحد 30 ثانيه في الميكرووند باش يعني كترطب واحد شويه. هنا كنضيف لها السكر ديالي وكنبدا كنكريمي غير هكا بيدي، يعني غير برؤوس ديال الاصابع. كنبدا كنكريمي غير شويه بشويه. هنا فاش كنحصلوا على قوام ديال الكريم كنضيفوا البودره اللوز ديالنا مع الملحه وساشي الفاني، كنخلطوا مزيان. هنا غنضيفوا البيضه ديالنا. دونك البيضه ديالنا ديما كنديرها في واحد الاناء، كنشوف واش مزيانه، عاد كنضيفها لهذا الخليط ديالي، حيت الا مشيت حتى في قصه مباشره على هذا الخليط الا كانت البيضه فاسده كلشي يمشي لنا. دونك ديما كنديرها انا في واحد الاناء، عاد كنضيفها. وهنا غير نجانسو، يعني هنا غير نجانسو صافي الخليط ديالنا. فاش كنكونوا كملنا غادي نضيفوا الفورس ديالنا هنايا. دونك دقيق غادي نديروه دفعه واحده. دونك هنا غير نجمعوا، يعني ماشي غادي نعجنوا، غير غادي نجمعوا. فاش كنحسوا بان صافي راه العجينه صافي تجمعات، دونك ما نعجنوا ما حتى شي حاجه، غادي نخرجوها من الاناء ديالنا فين كنا كنعجنوا، يعني فين كنا كنجمعوا، وغادي نجيو نفرازيوه. دونك كيفاش كنفرازيو؟ كناخذوا بهاد الجهه ديال اليد وكنجيو كنبركوا عليها بحال هكا، باش الا كان شي طرف الزبده ولا شي حاجه كاع ما تخلطش مزيان، راه كتخلط مزيان، وبالتالي كنحصلوا على بات صافي اللي كتكون متجانسه. هنا نغلفوها بالبابي فيلم ونديروها في الثلاجه واحد الساعه المكانه ولا ساعتين المكانه قبل ما نسرحوا. دونك راه هنا من بعد ساعه المكانه غادي نسرحوا لاباط ديالنا، دونك على مليمتر واحد. دونك غادي نجيو نسرحوا بالمدلك ديالنا، دونك غير بشويه. دونك انا خصني مليمتر واحد كما كتشوفوا. دونك هنا غادي نجيو نقطعوا واحد سميطات ولا واحد العويدات باش غنديروا ديك الدوره اللي كدور على لي فون دو طارت. انا نستعمل هاد لي فون دو طارت هادو فيهم 6 سنتيمتر. دونك هنا فاش نكونوا قطعنا هاد العميدات غنديروهم في الثلاجه واحد نص ساعه المكانه ولا ساعه الغرب، غير باش كيبردوا باش كيقبطوا راسهم مزيان، وغادي نرجع لكم. دونك هنايا هاهم كيما كتشوفوا راهم بردوا. كناخذوا واحد من هاد العميدات هادو وكنجيو ندوروه على المول ديالنا. كناخذ واحد السكين وكنقطعوا ديك اللي بقى باش نضيفوه مع العجينه ديالنا. دونك ها هما، دونك هذا ها هو كملتو. دونك حتى كنكملوهم كاملين كناخذوا النص الثاني ديال لاباط سافلي وكنسرحوه حتى هو على مليمتر واحد، مي كنسرحوها مباشره في الجهه فين نطيبوه. دونك لا اون فوا كو كنكونوا صافي يعني سرحناهم على مليمتر واحد كما قلت لكم كنسرحوه في الجهه اللي كنكونوا غادي نطيبوهم. وهنا كنجيو كناخذوا لي مول ديالنا وكنبركوا عليهم على هذا الشكل هذا بحال هكا. وهنا اون فوا كو
صافي قطعنا كاملين. غادي نحيدو ديك الشيء اللي بقى، وديك الشيطه اللي بقات سواء غادي نصوبو بهم دي طارطوريت، يعني فاش نطيبو هادو وفاش يخرجوا لي مول عاوتاني نعمروهم، سواء نديرو بهم اي حاجه بغيتيو. وهنا نخليوهم واحد الساعه ما كان عاوتاني، ولكن في المجمد ولا في الثلاجه، يعني بحال ساعه ما كان قبل ما نطيبوهم على 180 درجه لمده 10 حتى ل 15 دقيقه، كيبقى على حسب نتوما الفرن ديالكم. غير خصكم تعرفوا ان من بعد يعني في نص ديال الطياب كنحيدوا لهم ديك لي مول ديالهم، دونك ديك لي سيركل، وكنخليهم حتى كيتحمروا. نتوما كتشوفوا على حسب كيما بغيتوهم نتوما. كيما كتشوفوا كيكونوا طابو، دونك انا كنخليوهم جانبا، وغادي نصوبوا دابا لا كريم ديالنا ديال الليمون. دونك انا بالنسبه لا كريم سيترون ولا الكريمه ديال الليمون، انا عندي 100 غرام ديال عصير الحامض، ما يعادل العصير ديال 2 حامضات اللي يكونوا متوسطين. انا عندي 100 غرام ديال السكر، انا عندي معلقه كبيره ديال الفرص، وانا عندي 2 بيضات. انا في واحد الاناء كناخذوا 2 البيضات مع السكر وكنخلطوا مزيان. دونك انا كنفواتيو، يعني ما كنطلعوش، انا كنخلطوا، كنضيفوا الدقيق ديالنا، وهنايا كنخليوه جانبا. كنكبو ديك عصير الحامض في واحد الكاسروله، كنخليوه حتى كيغلي. وهنا فاش كيغلي حنا كنكبوه وحنا كنخلطو حتى كنكونوا كبيناه كامل، وكنردو هذا الخليط العافيه، تكون عافيه متوسطه، ما كنحبسوش بالتحرك، كنبداو نحركو حتى كتعقد لا كريم ديالنا مزيان. يعني كما كتشوفوا هي لا كريم راها صافي عقدت. صافي هنا كنديروها في واحد الاناء، كنغطيوها ببابي فيلم وكنديروها في الثلاجه حتى هي تبرد واحد شويه قبل ما نديروها. الا درناها سخونه تقد تفزك لنا ديك لاباط ديالنا، وبالتالي ما تبقاش لاباط مقربشه. الوغ هنا بالنسبه للميرانك ديالنا، هنا عندي 2 ديال بياض البيض، وانا عندي 75 غرام ديال سكر سنيده. انا كنطلع بياض البيض وانا كنضيف سكر سنيده، يطلع لي الميرانك مزيان، تكون شاده راسها مزيان. هنا لا ميرانك ديالي هي واجده، كريم الحامض هي واجده، لي طارط هما واجدين، ما بقى لنا دابا غير نعمرو. دونك هنا كناخذوا واحد شويه ديال لا كريم ديال الحامض وكنديروها في الفون دو طارط ديالنا كما كتشوفوا. كنحاولوا اننا غير يعني بشي سكين ولا باي حاجه نليسيو باش كيجي هكا معوض، وكنجي غير بالصبع ديالي وكندوزو في الجهه ديال لاباط باش كتجي بجهه نقيه. هنا كنكون درت لا ميرانك ديالي في واحد لابوش، وكنجي نزوق كيما بغيت انا. لكم سواء ديروه بالميرانك سواء بلاش، بالنسبه للناس اللي ما كيبغوش الحلاوه بزاف، ولا كتكونوا حصلتيو على دي طارط على حقهم وطريقهم. انا ما بقى لي غير نقول لكم شكرا اللي تفرجتوا في الفيديو. شكرا بالنسبه للناس اللي وصلوا حتى لهاد الوقيته ديال الفيديو. ما تبخلوش عليا بلايك، تعليق واشتراك باش يوصلكم الجديد. شكرا.